الوطن المشترك. انا عندي 4 المستويات اساسيه المتعاقدين هما اللي كيتواجدوا في العالم القروي دابا حاليا. كنشوف كاين تمييز بين هذه رساله استاذه للامانه. اذا كانوا مسؤولين على شي حاجه وفي يدهم شي سلطه، انه المدرسه والجامعه العموميه في البلاد محتاجه الى اصلاح شامل وشمول. يعني المشاكل اللي طرحتوها من الاقسام المشتركه، من الاكتظاظ، من انه المدرسه ما كتلقاش باش توصل لها، وان المناهج المدرسيه بائسه جدا، وان الوضعيه ديال الاساتذه في الحقيقه تبكي. هذا الشيء كله يجب اخذه بعين الاعتبار وتصلحوا واحد الاصلاح شمولي المدرسه بكل الاسباب، باش ماشي فقط نديروا مدرسه فيها مجانيه، نديروا مدرسه كذلك موحده. ولاد الشعب خصهم يقراو نفس الشيء سواء كانوا في الجبل او في القريه. ولاد الشعب خصها توفر لهم الشروط ديال التحصيل الجيد، يعني اقسام محدده، التحضيري بوحدو، الابتدائي الاول بوحدو، كل قسم بوحدو وفي ظروف. لان ما عرفناش هاد الادمغه اللي غادي تخدم البلاد غدا، واش غادي تجينا من اكدس، ولا غادي تجينا من جراده، ولا غادي تجينا من تازه، ولا غادي تجينا من الدار البيضاء. وهنا تنقولوا لهاد الحكومه المحكومه بانه ما يمكنش لها تبقى غاديه في الانصياع لتوصيات المؤسسات الماليه، لانها منذ ان وقعت على الاتفاقيه العامه لتجاره الخدمات هما غاديين في الخوصصه ديال جميع القطاعات بما فيها القطاعات الحيويه، وعلى راسها التعليم والصحه. حنا كنقولوا راه ما يمكنش هادشي يطلع علينا، لان الاستاذات والاساتذه هما طليعه المجتمع وفاهمين هاد السياسه التخريبيه اللي غاديه فيها الدوله. حنا كنقولوا كفى. اولا ما يضربوش المجانيه باش يبقاو ولاد الفقراء كيقراو، والمدرسه نحلموا بان غدا غتحقق التكافؤ الفقراء. ثانيا انه خصها توصل الكرامه ديال الاستاذ والاستاذه. اليوم غير معقول راه حتى الدوله ما دارت هذا الخراب في المدرسه، اننا نهمش ونعرض الاستاذ والاستاذه للهشاشه ونفرضوا عليهم التعاقد ونفرضوا عليهم يعني ان نضربوا الحقوق ديالهم. اذا الحلول الترقيعيه التي اقترحتها الوزاره ما مقبولاش. الحل هو اللي اقترحتوه اللي هو ديال التوظيف الوظيفه العموميه، وهاد الاساتذه تبقى الجوده انهم يواكبون بتكوين مستمر، ثم تعالج كل المشاكل من المناهج الى الاكتظاظ الى الجوده ديال كل شيء باش يمكن لنا نحلموا بمدرسه. وهذه المدرسه علاش حنا كندافعوا عليها بحرقه؟ لان هي المدخل الاساس للنموذج التنموي اللي اعلى سلطه في البلاد كتقول فاشله. لماذا فشل؟ ومن افشل هذا النموذج؟ ومن نهب الخيرات ديال البلاد؟ ومن اليوم غادي لنا في المديونيه وفي الحوسطه؟ ماشي حنا اليوم كندقوا ناقوس خطر معكم وتنسندوكم، وكنقولوا للدوله ان المقاربه الامنيه والقمعيه ماشي هي الجواب. خاص الاستجابه الفوريه لمطالب هاد الاساتذه، لان في الاستجابه للمطالب ديالهم خير لهذوك الشباب والشابات اللي كينتظروا. ولكن حتى نشوف حتى الاباء متضامنين، لان عارفين ماشي تهديد بسنه بيضاء او كذا، لا هما باغيين جوده التعليم ولادهم، باغي الاستاذ تكون الكرامه ديالو مصانه، لانهم عارفين بان الدوله اللي ما كتنصرش كرامه الاستاذ لا خير فيها. السياسات الوطنيه وعلى راسها المساله ديال الجهويه لست تكون جهويه حقيقيه، لانه كل جهات الوطن عندها خصوصيات، عندها ثروات مع كل اسف ما كتستافدش هذيك الجهه من هذه الدوله هاديه في سياسات يعني ترميميه، وانها تحاول. لان كنشوفوا المسؤولين ليسوا مسؤولين على شيء، يعني ما يسعدهم هو التقاعدات المريحه ديالهم، ما يسعدهم هما يتسموا وزراء. وزير ما بقات عنده قيمه في هذه البلاد اللي ما كيتحملش المسؤوليه ويكون الى جانب الشعب ولا ينصت الى جانب الشعب. وما تيتعاملوا معكم كيف تعاملوا بالامس القريب مع النشطاء ديال الريف اللي غادي نعموا فيه كلنا بالكرامه، واللي ينتفي فيه الخوف والطاعه العمياء. احنا مطالبين بحق بشكل سلمي. الدوله وهذه الحكومه ديالها التابعه يا اما تستجيب ولا تحط السوار.